كنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، ولو بدا للنجم الطال طال النجم بإيديها. عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدا للنجم الطال. سيدي ولاد الشيخ، سيدي ولاد الشيخ المرحوم راح نسلم على الكل. كان على اساس في رساله بينه وبينه. البركه بالعيله، البركه بالشباب، بركه بحضرتك الله يخليك. وهالعيله بتطالع كثير مثل الشيخ احمد بدنا كثير. حضرتك رمز للوطن والعروض هذه الأزمة. كان التركيز كبير على المحافظة، كان التركيز كبير على أبناء هذه المحافظة، يجروهم إما باتجاه لا وطني أو باتجاه فلسطيني. ونعرف تماما قديش تحملتوا، نعرف تماما عدد الشهداء، وكل شهيد ضاع منهم عزينا فيه من خلال الوزير، وضاع منهم استقبلتهم زوجتي ما استقبلت منهم إلا على الحكم على السويدة إنه يجروا بهالاتجاه. الحقيقة هون بنبين الصخرة اللي عم نحكي عنها. وصحيح نحن الان بمناسبه تعزيه، لكن هالمناسبه لما تقول شخصيه الشيخ احمد حجري تتحول الى مناسبه وطنيه، وظهرت في التلفزيون. انا ما جيت، ما كنت اول امبارح هون بالدفن، ولكن ظهر تماما تفاعل الناس والحاله الوطنيه العفويه. نحن لم نقم باي اجراء كدوله ولا نشجع احد، كانوا حتى نتمنى دائما نشوفكم بايد واحده، قوتكم بتوحدكم. ما بدنا نشوف ابدا اي خلاف، لم نرى، ولكن هناك من يريد دائما ان يزرع الخلاف، هو الطريقه الوحيده اللي ضاعته المحافظه. فمره اخرى اقول اهلا وسهلا فيكم، انا ببيتي وماني غريب، واعي مع الابناء والاخوه، كنا دائما نتواصل لكن بمناسبات سعيده، ولكن حتى المناسبه الحزينه انتم حولتوها لمناسبه سعيده، وحتى الازمه اللي عملتوها الوطن بدنا نحولها الى اهلا وسهلا. ونحن من هاللحظة كنا على أساس عم نستقبل كمعزين، فاستحنا إلى نعزيك إلى المرحوم. فهسه تحول هذا الموضوع الأمل. أنا مثل ما قلت لك أنت بشار الأمل، بشار الوطن، بشار العروبي والعرب. فالله يطولنا بعمرك وياخذ بيدك، والناس إن شاء الله الخط الوطني اللي حركها ماشي فيه الناس كلها من وراك، فنحن بنقول لك ونشيل والله معك، والناس الشعب كله معك. الله محييك ويعوضنا بسلام. نقول نحن جايين نتحدث عن هذه البيت. زيارة طويلة كثير. أتمنى من سيادة الرئيس والزيارة كلها بابا عمر اليوم يتم العربية حتى نوجه رسالة إلى الخبر والمتأملين إنه نحن مع سيادة الرئيس. ليش نحن رواد العمل جينا؟ نحن هون باسم الجالية اللبنانية، يعني لبنانية جنسية. نحن كلنا معك، واقفين معك ومقيمين بهالبلد. نطلب من سيادة إنه نجنس الناس اللي مقيمة هون، وكلنا نحن تحت راية سوريا على استعداد نموت في سبيل إن نرجع الجولان ونرجع. صوت يا سيادة الرئيس، إن رحيل الشيخ أحمد سلمان الهجري رحمه الله خسارة كبيرة بالنسبة لنا بشكل خاص، وبالنسبة للوطن وللأمة بشكل عام. ولكن هذا الحضور المبارك بشخصك الكريم خفف عنا عبئة كانت
على يقين وسيادتك على يقين بمعرفة الشيخ أحمد، وقد التقينا مرارا في بحث القضايا الوطنية والدينية والاجتماعية، وكنت دائما في منتهى الترحيب وفي غاية التكريم لنا ولمحافظة السويداء بشكل خاص. يا سيادة الرئيس، إن الشيخ أحمد لقد عايشناه تقيا ورعا طاهرا سليل أسرة كريمة، كان شجاعا، كان صاحب رأي سديد، كان ثابت اليقين، صادقا أمينا محتوما، لقد حث في قلبه الوجيع الهمة. وأنت تعلم سيادتك كم عانى من المرض ولم يشعرنا ولا لحظة واحدة بأنه كان مريضا، بل كنا دائما معه بخطوات ثابتة وبهمة عالية رحمه الله. ونحن في منتهى الشكر والتقدير لأن الجميع أبنائه وأخوته، ولذلك نحن نقول للشيخ حكمة لأنه حامل الإرث وحامل الرسالة، وسيتابع الطريق السوي والمستقيم الذي سار عليه آباؤه وأجداده منذ حوالي قرنين من الزمن، وبخدماته المجانية التطوعية دون كلل ولا ملل. لذلك نحن شاكرين لسيادتك وندعو لك بالخير، يعينك على القيام بالمسؤولية الوطنية الكبرى التي أيدك الله بها سبحانه وتعالى. ونحن يا سيادة الرئيس كما قلنا سابقا أهل ثوابت، نحن أهل ثوابت، وهذا البيت من هذه الثوابت التي دأبنا على أن نعطيها الاحترام لأن هذه البيوت هي أركان أساسية وزوايا متينة في خدمة الوطن وخاصة في يوم المحن. ونحن دائما ننظر إلى سوريا بأنها قلب العروبة النابض، بأنها الدولة العربية الأولى التي حملت أعباء القضايا على مر التاريخ. لذلك لا نستغرب نحن من أن تتوجه الأنظار إلى سوريا كي يضعوا العثرات في طريقها وخاصة في البناء القومي كما أشرت. يا سيادة الرئيس، نحن مع الوطن، نحن مع الوطن، نحن مع سوريا البلد العربي الذي تحمل أعباء القضايا العربية على مر التاريخ بدمه وماله وجنوده وشعبه وكل مقوماته. هذه هي سوريا، ونسأل الله العلي القدير أن يثبت خطاك ويوفقك ويهبك الصحة والعافية، وأهلا وسهلا بك بعض.